فرقه بتروجيت دي مستواها الموجود ده ومستواها الحالي دوت، وهي في الترتيب ال 14 في الدوري، لو بتلاعب فرقه طنطا ولا بتلاعب فرقه سمنود بالحنين يغلبوهم 5 أو 6. مش هقول لك بتلاعب الاهلي، لو بتلاعب فرقه سمنود ولا فرقه طنطا ماشي، فرق في درجه ثانيه ودرجه ثالثه هيكسبوهم 5 و6 بالمستوى اللي هم ظهروا بيه قدام الاهلي. انت بتلاعب بتروجيت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتقدم ايه؟ ولا انت ولا اللعيبه اللي نازله مش قادره تجري، 3 خشبات ولعيبه عماله بتفتكس في الكوره وعبد القادر وديانج وقفشه. يعني مين ولا مين ولا مين؟ يا جماعه مستشفى الاهلي ديت بقى مش هنخلص منها. عاهات الاهلي دول مش هنخلص منهم. محمد طاهر لسه بيلعب كوره ليه؟ السؤال المستمر بقاله 4 سنين. محمد طاهر لماذا يلعب هذا الرجل كرة قدم في النادي الاهلي؟ الموضوع سهل وبسيط. الراجل ده هل واخد علينا مستندات؟ هل الراجل ده ممضي اداره الاهلي ولاعيبته وجهازه الفني وجماهيره يعني ممضي علينا شيكات؟ انا ما اناش فاهم بصراحه. محمد طاهر مكانه يعني يبقى ايه؟ يبقى عامل امن مثلا واقف على البوابه بره، ده كده اخره، لكن ما يلعبش كوره. مترجم حلو قوي، الراجل ده مترجم جميل قوي، لكن يا جماعه المستوى اللي بيظهر بيه الاهلي النهارده دوت حرام، عيب وما ينفعش. احنا بنقول الفرقه بتقوم وخطوات ثابته والمدرب بيبني، لكن كميه الفرص اللي ضايعه النهارده يعني انت تكسب 5 مستريح. كميه الفرص اللي ضايعه النهارده انت تكسب 5 و4 وتكسب 3 وتعمل اللي انت عاوزه. انت عملت كل حاجه النهارده الا اللي انت تجيب اجوان. انت كنت عايش جوه ال 18. طبعا مع احترامنا طبعا لدفاع الاهلي المسكين، الدفاع المسكين اللي محتاج له دفاع تاني بلا استثناء بقى، ولا اقول مرعي مستقبل الاهلي ولا هقول مش عارف مين. مفيش. احنا ما عندناش دفاع. وازيدك من الشعر بيت، احنا عندنا مشكله كمان في لعيب رقم 6. احنا عندنا مشكله في مركز رقم 6. ديانج عنده مشكله. انا مش قادر افهم ديانج بصراحه، مش عارف اوظفه. يعني هو خلاص كده تقريبا، هو ديانج يعني كانت فتره كويسه في الاهلي وانتهت وخلصت، زي قفشه اللي انتهى من 2 سنين، وزي غيره من اللعيبه اللي خلاص الجيل ده يا جماعه محتاج يتفلتر. انت قلت اللي انت جبت لعيبه وصرفت ملايين وعملت